الرحمن الرحيم. كل عام وحضراتكم بخير من أسد معابد مصر، من معبد الكرنك. اليوم 6 أكتوبر 2024. كل عام وانتم بخير حضراتكم جميعا، بخصوص عيد انتصارنا على العدو الإسرائيلي في 6 أكتوبر سنة 1973، والنهاردة 6 أكتوبر 2024. من الفقير لله المرشد السياحي جمال سعد، لكم جميعا كل التقدير والتحية. والنهاردة كمان في هدية، الهدية من الحضارة المصرية. من الحضارة ده حضارة، المبنى ده حضارة 3200 سنة حضراتكم. ولو بصينا هنا هنلاقي الملك سيتي الثاني وهو بيحرق البخور في حضرة آمون رع. طبعا القربان مقدم هنا حضراتكم، هنلاقي فيه بط اهو. البط ده لازم يكون محمر. يعني ايه محمر؟ عشان المعبود هنا بيشم الريحة. يعني هنا بالنسبة للمصريين القدماء كفكر كان بيقولوا ان هو هيشم رائحة الفاكهة. بصوا كده، الفاكهة دي كلها ليها ريحة. عندنا المانجا والعنب والتين والقرع العسلي، كلها دي فاكهة ليها ريحة. وبص حضرتك الأنف بتاعته كده مفتوحة ازاي؟ مفتوحة حبتين علشان يشم رائحة الأطعمة. هنا دي مركب كده، مركب. والمركب دي كانت مصنوعة من الخشب وكانت موجودة هنا في هذا المكان. وبص كده حضرتك فوق هنلاقي آمون رع. وهنا عندنا الفكرة اللي قلناها قبل كده وبنكررها، هتلاقي الثالوث هنا آمون رع وموت وخنسو. بص كده حضرتك، ده اسمه آمون رع. وله رشتين، ده إله الشمس، معبود الشمس عند الفراعنة. وهنا زوجته موت، وهنا ابن خنسو إله القمر. بص حضراتكم، احنا قلنا قبل كده الفكرة بتاعت الخطين اللي هم في الرقبة. ازاي خطين؟ بص حضرتك، انا هصور الليزر، دول الخطين. وهنا كده بص حضرتك اهو، ادي الخطين في الرقبة. هنا في موت ادي الخطين في المعبودة موت اهو في الرقبة اهو. وادي خنسو الخطين في الرقبة. احنا قلنا عليهم قبل كده انه الخطين دول مهمين جدا، بخصوص ايه؟ انه طبعا زي ما قلنا حاليا بعد سن 40 بيظهر هنا خطين في الرقبة. يعني ايه الموضوع ده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، طبعا هو نزل عليه الوحي بعد سن 40. طبعا هو هنا مفيش تشبيه، انا بقول الواحد بعد سن 40 بيدخل في مرحلة الاتزان والوقار. فرسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا لما نزل عليه الوحي كان بعد سن 40. والتوكيد ده بأكده ليه أنا؟ بأكده لأنه طبعا الفراعنة لما كان يشبهوا الواحد طبعا ويحطوا له الخطين في الرقبة دول، كان يقولوا إن هو يعني في مرحلة النضج، يعني خلاص مرحلة الاتزان. ولذلك هم صوروا كمان المعبود اللي بيعبدوه له خطين في الرقبة. وادي موت زوجة المعبود اللي بيعبدوه، وادي خنسو ابنه، حتى خنسو الابن له خطين في الرقبة. يعني ده نوع من الوقار والاتزان، يعني في الفكر وفي الرأي وفي كل ما يخص القرارات، أو بالنسبة يعني للعبادة بصفة عامة. كان المعبود يعملوا له خطين، والملك كان يعملوا له خطين في الرقبة، بحيث يظهر ان هو في سن طبعا النضج والاتزان. طبعا حضراتكم يعني ما حدش يفهمني غلط لما جبت ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وانه الوحي نزل عليه بعد سن 40. لا،
انا بقول يعني انه بالنسبه الحضاره المصريه القديمه كان يعتقدوا في ذلك ان الواحد بعد سن 40 يكون في مرحله النضج ومرحله الاتزان. ولذلك هم صوروا وعملوا خطين دول في الرقبه. هنا عندنا بالنسبه للفكره احنا قلناها قبل كده ونكررها تاني، لانه امون رع اهو. بص كده حضرتك، امون رع اهو كان المعبود يرمز للشمس، وهناك امون رع اللي هو على شكل راس كبش وقرص الشمس، وهو يرمز لإله الشمس عند الفراعنة. بس هنا بص كده حضرتك، الحاجة دي لو سألك عليها أي ضيف هنا ويزور بيه المكان يقول لك إيه ده الملفوف فوق الرجل ده؟ هتقول له إيه ده بقى؟ ده الديل. الديل والملك كمان له ديل. بص كده حضرتك، الملك كان لبسوه ديل اهو. الليزر انا مش صوب معلش، زاويه الانعكاس شديده شويه، الشمس يعني. فهنا الملك كان يلبس ديل، والمعبود اللي هو كان عباره عن صوره من صوره اي ملك. اي ملك كان الفراعنه يعبدوه في صوره اله الموجود يعني في ذلك الوقت. لا اله الا الله محمد رسول الله، سيدنا محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام. فإذا احنا خلاصة القول، احنا فكرتنا كلها النهاردة علشان نقول انه البط البلدي ده المحمر. انا بقول ليه محمر؟ الكلام ده كلام طبعا نتيجة البحث والتحري. لقيت انه لما كانوا يجوا من السفر تلاقيهم مسافرين من بلاد بيشيلوا على ماسكين في ايديهم البطاية حية، البط حي، الأوز حي، الطيور حية، علشان طبعا هم لو ذبحوها في بلادهم وجابوها أو طيبوها ممكن تعفن في الطريق. دول هم حكام الأقاليم والناس اللي كانوا يجوا يزوروا المعابد المصرية. لكن البط ده محمر ويقدم هدية قدام المعبود، وهنا الفاكهة لها ريحة علشان يشمها للشم بس. ومين اللي كان ياكل الحاجات دي؟ الكهنة. ما هو كل الموضوع ده من دماغ الكهنة علشان خاطر هم يعني يجمعوا كل هذه القرابين من الشعب طبعا ومن الناس الأغنياء. وهنا الثالوث امون رع وموت وخنسو. طبعا امون رع له زوجة جنوبية اللي هي موت، وادي اسمها فوق المعبودة موت فوق. معلش هو مصور او منقوش نقش ضعيف جدا. موت اهو الاسم ظاهر فوق. دي موت اللي هو زوجة امون رع، وخنسو اله القمر. حتى عند الفراعنة كان في معبود للقمر ده اسمه خنسو. طبعا خنسو كان ابن اله الشمس ورمز الجنوب، وموت كانت زوجة اله الشمس امون رع رمز الجنوب. وهنا عندنا امونت واسمها فوق اهو منقوش، يبقى امونت زوجة امون رع رمز الشمال، وادي بتاح ابن امون رع رمز الشمال. بتاح اللي هو اله الفنون عند الفراعنه. والجماعه بتوع اوسكار دول اللي هم هديه اوسكار اتخذوا من شكل بتاح كانه هو اله للفنون، كرمز كهديه لاي عمل فني رائع. من تاج الحضارات الأقصر، لكم جميعا كل التقدير والتحية من أسد معابد مصر، من معبد الكرنك، من جمال سعد، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. إن شاء الله نشوفكم على خير.